أتذهب يا زهير وتتركنا وحيدين؟ قبل هذا كنت تبتعد عن الطريق الذي يسير فيه وتخشى من لقائه. ماذا حدث حتى تشتاق إليه؟ لقد ذكرني الحسين يوم غزونا بلنجر مع سلمان بن ربيعة الباهلي، ففتحناها وأصبنا الكثير من الغنائم، وعندها فرحنا جميعا بذلك فرحا كبيرا. وكان معنا يوم ذلك سلمان الفارسي، فلما رأى سلمان ما نحن فيه من السرور قال لنا: أصغوا إلي جيدا يا إخوتي، إذا أدركتم سيد شباب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه من فرحكم بما أصبتم من الغنائم، وأما أنا فأستودعكم الله. هذا ما ذكره لنا سلمان الفارسي يوم بلنجر. اذهب يا زهير، اذهب. كنت آمل أن أتواجد معك في ظل بيت أهل الرسول، وإني لأرجو منك أن تذكرني يوم القيامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذهب. وداعا دلهم. إنني أعرفك يا ابن مسهر، ولكن ما كنت أتصورك مشهورا إلى هذا الحد. أيها الأمير، ربما استحى من الحسين بن علي وبقي إلى جانبه، وإني أعتقد أنه كان محظوظا إذ رآه الحسين بن النمير وجاء به إليه. ربما كان كما تقول. يا قيس، تحدث عن أخيك، أين هو الآن؟ سألناه هذا من قبل أيضا فلم يجب، لكن الأنباء التي جاء بها أصحابنا كثيرة. لقد أخبروني أن زهير بن القين يرافق الحسين. عبد الله، إن الحسين بن علي يقصد الكوفة، وربما يوجد في هذه المدينة إلى الآن من ينتظره ليأتي ويؤلب الناس على الخليفة فيلتحقوا به. اذهب خارج القصر ثم أخبر الناس أن لا ينقضوا عهد الخليفة يزيد، لأنه بعد ذلك سترى أن نصيبك من عطائنا وصداقتنا سيكون كبيرا. يا أهل الكوفة، إنني أخاطبكم. أرجوكم تجمعوا. إنه قيس بن مسهر. نعم، لقد اعتقلوه. اقتربوا لنرى ما الأمر. أيها الناس، إنني جئتكم مبعوثا من أبي عبد الله الحسين بن علي، ولكنني وقعت بيد رجال بن زياد أسيرا. عبيد الله خيرني بين الموت والحياة، وخيار الحياة لا يكون إلا بمدحي ليزيد، أو أظل على عهدي وفيا للحسين،
فأقتل بالسيف. وأنا في حيرة من أمري. إذا قلت إن الحسين بن بنت رسول الله ليس سيد شباب أهل الجنة لن تصدقوا، لأن المسنين منكم الذين عاصروا رسول الله سمعوا ذلك. وعندها يا قوم سوف تنعتونني بالكذاب ابن الكذاب. والله إن طعم الموت عندي أهون من هذا. وإذا قلت إن يزيدا ليس فاسقا وفاجرا وفاسدا فلن تصدقوني ولن تصدقوا هذا الكلام أيضا. وإن قلت إن عبيد الله ليس ابن مرجانة ولم يكن أبوه ابن النابغة فسوف تكذبونني، لأن المسلمين جميعا يعرفون حق المعرفة قصة نابغة وأبي سفيان والعاص الشهيرة. كلا، وحتى إذا ادعيت الآن أمامكم أن نابغة كان شريفا نزيها ومرجانة كانت وفية مخلصة فلن تصدقوني. واثق من ذلك، أنا واثق. كلا كلا يا أهل الكوفة، كلا، إنني لن أقول شيئا يسيء إلى عبيد الله ويفرحكم على الإطلاق. يا قيس بن مسهر، إن عبيد الله أمرك أن تمدح يزيدا تثني عليه وعلى حكم بني أمية، ولكنك تنسج عنه أوهاما باطلة. أيها الناس، لقد صدق هذا الشاب. لقد طلب عبيد الله أن أتحدث بالمديح عن يزيد، ولكنني قد نسيت. أيها الناس، أعترف أني لست خطيبا، ولكنني أذكركم بقول مأثور تعرفونه كما تكونوا يولى عليكم. يا أهل الكوفة، اسمعوني جيدا. دولتكم العادلة لا تكون إلا بنصرة أبي عبد الله الحسين والثورة على عبيد الله بن زياد. لأنه لا يليق بكم أن ترضوا بالظلم. فها هو أبو عبد الله الحسين قد اهتم برسائلكم وتوجه نحو الكوفة. هو الآن في الحاجر فأجيبوه. لقد أرسلني إليكم ليعرف ردكم، فاعملوا بما يرضي الله وأجيبوا أبا عبد الله الحسين. ما بالكم لا تحركون ساكنا؟ فليرحم الله أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، إنه كان صادقا طاهرا. إن هذا الرجل يتقدم لقتلي يا أهل الكوفة. إن يدي مغلولتان وسيفه بتار قاطع. وها أنتم يا قوم تتراجعون من الخوف كالنعاج. يا أهل الكوفة، لماذا تقفون هكذا بعد كل ما سمعتم؟ أما من ناصر لأبي عبد الله الحسين؟ ما بكم يا أهل الكوفة؟ يا إلهي، إن حياتي ومماتي بيدك،
فتقبل ولا ملجأ لي سواك. عندما وصلت كان قد مضى يومان على صلب جسد قيس مقطوع الرأس في وسط الميدان، وما من أحد يجرؤ على دفنه في التراب. حكاية محزنة. ليست حكاية، بل إنها مأساة تتكرر في الكوفة ليل نهار. يا ليتنا عدنا. يقول الحسين: أيها الناس، لقد سمعتم ما قاله هذا الرجل. في الكوفة لا يستضيفون إلا للموت، إذن فليعد إلى الحجاز ويتركنا من لا يريد الموت معنا. يا أبا عبد الله، إن العدو أمامك. هناك أفواج عديدة من القتلة الشاميين والكوفيين. أرجوك لا تصرف الرجال، دعهم يبقون هنا. يقول الحسين: يا زهير، سفر العشق مستمر. إن من يريد الفرار فإن قلبه ليس في هذا الطريق. دع أشخاصا يبقون معي لا يريدون سوى طريق الله. أيها الناس، إنكم سمعتم نهاية مسلم وقيس وهانئ والآخرين. أرسلوا رؤوسهم إلى الشام، وأجسادهم صلبت على جذوع النخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. أسمعت ما قال؟ ولكن أما كان يريد الذهاب إلى الكوفة ليصبح الخليفة؟ إنه يبشرنا بالموت. أما أنا فلن أفعل. ماذا ستفعل؟ أنا ذاهب. الله أكبر. الله أكبر. رأيت النخيل. النخيل. رأيت النخيل. رأيت النخيل. نخيل وراء ذلك الغبار المتصاعد إلى السماء. الله أكبر. الله أكبر. النخيل. النخيل. عندما وصلنا في الأمس لم أرى شيئا أبدا، ولكن عند الفجر رأيت ظلال النخيل. أترون هناك؟ انظروا جيدا. جون، إن ما رأيته ليس ظلال النخيل، وإنما أسنة الرماح وآذان الخيل لمنع أبي عبد الله من دخول الكوفة. ما هذا الكلام؟ قبلك رآه أبو عبد الله. إنما قلته كلام قاله الإمام. يا قوم،
يا قوم، لقد قال أبو عبد الله إن ما ترونه في الأفق طليعة جيش جاء لقتل سبط رسول الله. إنه يطلبني أنا وليس له شغل مع الآخرين، وقبل أن يقترب هذا الجيش اذهبوا ودعوني. إنه يريد أن لا يبقى معه إلا من تعلق به مخلصا، ومن يخشى الموت فليذهب، فللحسين رب قادر على حمايته ورعايته والسلام. رأيي أن نذهب. قلت نذهب؟ إلى أين؟ إذن لم يكن نخيلا. كلا، بل جيش قادم من الكوفة. لم لا نلتحق بهم؟ إنهم أكثر عددا وسلاحا. لو أعطونا خيلا وسيوفا وماء لأصبحنا معهم. لننسحب، لنذهب. هيا لنذهب. لنذهب، هيا. أرى أشخاصا قادمين نحونا. ربما هم من جيش الكوفة. ربما هم كذلك، ومن القادة. أليسوا مبعوثين؟ ربما. جون، ليتك تذهب وتستقصي. يا حر، انظر هناك. أترى الرجال فوق ذلك التل؟ أحدهم يتقدم نحونا. ما الذي تفعله؟ ماذا لو هاجمنا؟ وما أدراك؟ ربما قد جاء لينضم إلينا. إنه من الجيش الذي قدم أمس. السلام عليك يا أخي. وعليك السلام. سأطرح عليك سؤالا. هيا اسأل. إن إخوتي يريدون أن يعرفوا من أنتم ومن أي جهة قادمون. إنك ترى 4 رجال قادمين من الكوفة. 4 رجال تعبون. أولستم مع ذلك الجيش؟ لسنا معه. حسنا يا أخي، هل تقودني وأصحابي إلى تلك الخيم؟ سأفعل ذلك، ولكن بعد أن أعرف من أنتم وماذا تريدون. أنا أدعى الحر بن يزيد. إن أبا عبد الله يعرفني. أنا أيضا أعرف الحر بن يزيد، سمعت باسمه. انتظروني. حسناً، من كان الرجل؟
الحر بن يزيد. الحر بن يزيد؟ الحر بن يزيد الرياحي. وما الذي يريده؟ أن يرى أبا عبد الله. لنذهب. أترى يا أخي؟ إنهم قادمون نحونا. إني أرى. هل نبقى؟ يبدو أنه زهير كان ذاهبا لكي يحج. السلام عليك يا حر بن يزيد. وعليك السلام. لقد سمعت أنك جئت لرؤية أبي عبد الله. ما سمعته صحيح فعلا. أكنت في الحجاز يا زهير؟ لا تزال رائحة الديار تفوح منك. ورائحة الوطن تفوح منك يا حر. كيف حالك؟ قل لي، هل التحقت بأبي عبد الله؟ وماذا عنك؟ جئت لكي آخذه. كنت أعرف أنه يسافر مع عياله، فتركت الجيش وجئت منفردا كي لا يضطربوا أو يخافوا. خذني إلى خيمته. توقف. زهير، التحقت بالحسين، أما أنا فقائد جيش الخليفة. خذني الآن إلى أبي عبد الله. أنت من الرجال الأحرار. إن الذي ينصب خيمة أمامك هو الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله كما تعلم. إنه يتقدم. أبو عبد الله. تعبوا في الصحراء التي كانت ممتدة حتى الحجاز. وصل الحر إلى خيمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. والآن ها هو إلى جانب رجال شجعان معروفين من سلالة الطاهرين والأنبياء المعصومين. والحر بن يزيد القائد التعب وجيشه الكبير المؤلف من جميع القبائل قد طوى هذه الصحراء القاحلة بحثا عن هذه القافلة الصغيرة ليطلب منها الاستسلام أو الموت. وكان الحر بن يزيد يعلم أن الحسين عليه السلام ليس من الذين يقبلون الذلة. كان يتقدم متمهلا بابتسامة مشرقة على الوجه الكريم تخترق أعماق قائد جيش الكوفة، وهو يقول له: يا حر بن يزيد، مرحبا بك، رغم أني أعلم أنك لم تأت لنصرتي. معذرة مولاي، أنت من الطاهرين وأنا جندي في جيش الخليفة. أنا مأمور فقط، ولكني مجبر على منعك من المسير. إذن اجمع المتاع وهلم معي. الأمير ينتظرك في الكوفة، يقال إنه ولي من قبل الخليفة في الشام. أمير قتل صلحاء الكوفة وسلط السفلة على الناس الطيبين. بيده أمر الخليفة وأنا مسلم، ومجبر على تنفيذ أمر أمير المؤمنين. رافقني يا ابن رسول الله. لا، إن الحسين ابن نبيك، وهم يدعونه لطاعة الشيطان بذلة واستسلام. أنا أعلم بأنك ابن فاطمة، ولكنك ترى بنفسك أنهم قد أرسلوا معي 1000 فارس لكي أنفذ أمر خليفة رسول الله. أيها التميمي، أنت لا تنفذ الآن أمر الله، وما أوصانا به رسول الله إطاعة القرآن وحماية عترته.
يا حر بن يزيد، أليست هذه القافلة قافلة عترة رسول الله؟ يا ابن رسول الله، نحن عطاشة، ألا يوجد عندكم ماء؟ نحن معنا 1000 فارس فقط، وقد أمضوا يومهم عطاشة. أيها الأمير، إن رجالك عطاشة والخيول لا تستطيع أن تواصل السير، والرجال ما عادوا يقدرون على تحمل حرارة الشمس. القادة يطلبون الإذن للبحث عن الماء. إنني وكما أعلم يا رجال لا يوجد أثر للماء في هذه الأرض. كنا 1000 فارس في القادسية حين انفصلنا عن الحسين بن النمير، وقد عسكر ابن النمير هناك، ونحن خرجنا كما أمرنا الأمير بقيادة الحر بن يزيد، ورحنا نقطع الصحاري بحثا عن الحسين بن علي آملين أن نجده، حتى أوصلنا العطش بعد التعب القاتل إلى الموت، فوجدنا خيام الحسين بن علي أخيرا. قلت لكم أن تأتوا بالحسين، وما طلبت كتاب الحر بن يزيد. لقد تحدث الحر مع الحسين وطلب منه المجيء إلى الكوفة ليسلمه إلى الأمير عبيد الله، وكان يعرف أنه لن يقبل بذلك. كم عدد الذين كانوا معه؟ لم نعدهم، لقد عرفت فيهم بعض الهاشميين أبناء علي بن أبي طالب وآخرين أيضا، ورغم ذلك فإنهم يقلون عنا مئات المرات. إذن أخبرني ما الذي حدث؟ أنسيت أنني قد وليتكم عليهم؟ كنا عطاشا وعند أبي عبد الله ماء كثير، وقد سقانا جميعا. أين هم الآن؟ طلب قائد الجيش من الحسين أن يختار طريقا محددا لا إلى الحجاز ولا إلى الشام، وفعل أبو عبد الله ذلك، وعزم الحر بن يزيد أن يتابع قافلة الحسين إلى أن يعلم أمر الأمير، وهذا ما حدث. أيها الأمير، اقرأ الكتاب، سيخبرنا الحر شيئا. قرأته. إن الحسين لن يأتي إلى الكوفة. لقد وضع شروطا أمام قائدي، أن يعود إلى الحجاز، أو نعطيه أمانا للذهاب إلى أطراف البلاد ويرتحل إلى بلاد أخرى. ما رأيك يا عمر؟ لا أدري يا أمير، إن الحسين في قبضتك، وأنت الذي أخمد تمرد الكوفة، وأخذ البيعة من الحسين ليس صعبا. أوكلني وسترى أنني سأتيك به بعد ليلة واحدة. إني لا أرى صلاحا في منازلته يا ابن ذي الجوشن، فالحسين بن علي ليس هانئ ابن عروة. إذن تولى أنت يا عمر أمر الحسين بنفسك. أنا؟ نعم أنت. لم يبق لي في الكوفة سوى ليلة واحدة، وقد هيأت متاعي وسأرحل في الصباح الباكر غدا، وقد جئت اليوم لوداع الأمير. كما قلت لك يا عمر، أحضر الحسين ثم اذهب. أحضر الحسين؟ أيها الأمير، لو أعفيتني من مواجهة الحسين. عبيد الله، أبي كان صديقا لأبيه،
وأنا نفسي كنت رفيقا للحسين في الصبا. لا بد من تنفيذ ما طلبته. وإن لم أذهب؟ أنت حر. أبعث شمر بن ذي الجوشن. أعد إلي العهد الذي كتبته لك. العهد؟ عهد ولاية الري وأصفهان. ليس معي. أحضره قبل أن يجهزوا متاعك. أخبر حرس القصر أن عمر بن سعد بن أبي وقاص لم يعد يعمل لدينا، ولا مكان له في القصر، ولا يسمح له بالدخول. اذهب يا عمر. أيها الأمير، لقد بقيت وفيا لك، وبايعت يزيد بن معاوية، وأنا أريد البقاء على عهدي له. لا تليق بهذا. إن كنت تريد فأنا لائق. الخليفة يريد منك أن تحمل على الحسين، وأن ترى أن تنفيذ أمره أهم من كل ما تحب وترضى. أولم أكن هكذا حتى اليوم؟ إن ولاية الري وأصفهان كانت عطيته لمساهمتك في إخماد فتنة الكوفة. إذن ما تقول يا عمر؟ أتذهب للقبض على الحسين أم تعيد العهد؟ امنحني فرصة قصيرة لأخلو بنفسي وأتأمل ما قلت وأتدبر هذا الأمر أيها الأمير. لا بأس، اذهب، وغدا قبل الفجر سأكون في انتظارك. يا أخي الحر، يقول لك أبو عبد الله: هل بإمكانك أن تصلي بأصحابك؟ بل نصلي بصلاته. أخبره هذا. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. وهكذا فالرجال الذين سدوا عليه الطريق ومنعوه من التحرك بمن معه من رجال ونساء وقفوا خلفه يصلون صفا صفا.
وبعد أن فرغ الإمام الحسين عليه السلام من الصلاة، أقبل على الحر بن يزيد الرياحي ومن معه من جيش بن زياد ليخطب فيهم، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: أيها الناس، إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين بالجور والعدوان. وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم، انصرفت عنكم. حسنا يا عمر، ها أنت وحدك في يد هذه ولاية أراض كثيرة، وفي الأخرى ماذا أملك في هذه اليد الخالية من كل شيء؟ أحصل على الإمارة من الحسين؟ أضغاث أحلام. إذن أي شيء؟ لا شيء. أترى يا عمر، أنت الذي أبوك سعد بن أبي وقاص أين تجلس؟ وهو الذي أمه مرجان أين يجلس؟ حسنا، ما العمل؟ السلطة بيده يا عمر، وأمر ولايتك عليه ختم عبيد الله. الولاية يا عمر مشروطة بخدمة أخيرة تؤديها إلى عبيد الله، إما أن تحمل على قافلة الحسين وتجبره على المجيء إلى الكوفة، أو يا عمر، أتقبل أن تريق دم ابن بنت رسول الله؟ أتقبل؟ لا يا عمر، لا. أنت رأيت بنفسك كيف كان الحسين يضحك ويركض أمام النبي، ولشدة شوق النبي إليه كانت عيناه تفيضان بالدمع. رأيته بنفسك كيف كان يصعد منبر النبي ويجلس في حضنه، وكيف كان يقاسمك التمر الذي كان يأخذه من جده. ماذا ستفعل؟ أتقاتله؟ كلا كلا يا عمر، اترك هذا الأمر يا عمر، اترك. الولاية التي حصلت عليها، إذا لم تذهب للقبض على أبي عبد الله سيرسل رجلا آخر مكانك. أجننت يا ابن سعد؟
مضت سنوات لم يحالفك فيها الحظ، والآن يا عمر، الآن وقد ربض البعير الشرود أمامك ساكنا، اربط عنقه. لماذا تتأخر؟ أبعد عنك هذه الأوهام. يا ابن سعد، عبيد الله ينتظرك. ماذا هناك؟ لقد أعدوا الجيش خارج مدينة الكوفة، وعبيد الله يريد أن يعرف أتعيد العهد أم؟ العهد؟ أعيد وأتمرد على الخليفة؟ قاتلني الله إن فعلت ذلك. حسنا، لقد جئتك يا ابن سعد بفرس وسيف وأمر أيضا. وما الأمر؟ أن تقاتل الحسين بن علي. لقد وصلنا، إنه هناك. فارس قادم. السلام عليك يا حر. عليك السلام نافع. آت من الكوفة؟ نعم، جئنا من الكوفة. إذا أخبرني، لماذا جئت؟ لقد جئنا لرؤية أبي عبد الله. مستحيل نافع، عد من حيث أتيت. مهلا يا ابن يزيد. هل تمنعني من رؤية ابن رسول الله؟ ما عهدتك يا حر إلا مسلما، وما زلت إلى الآن. إذا دعني أرى أبا عبد الله. كلا نافع، لا يمكن ذلك. حر، نافع بن هلال من أصحابنا، دعه وشأنه. هيا. ومن أصدقائي، يطلب شيئا لا أستطيع السماح به. عد نافع. لا حر، لم يكونوا مع الحسين. كنا معه وسنبقى. إذا سوف أرسلكم إلى الكوفة. حر، قلت إنك ستراعي أبا عبد الله والذين معه، إنهما من أصحاب الإمام، ونحن سندافع عن كل من يقف إلى جانبه كما ندافع عن أنفسنا. جيد جدا. لكما أن تذهبا إليه أو أن تعودا. أنا سأترك الأمر لكما.
قل لي نافع، هل رأيت الإمام؟ نعم يا زهير، قلت له: يا مولاي، أرى أنهم قد ضيقوا عليك الخناق كثيرا. حسنا. قال: يا نافع، افتح عينيك، انظر إلى ألطاف الباري في كل حجر من هذا السهل. كيف أكون وحيدا في الوقت الذي هو معي وألتمس الرضا والعفو منه؟ هل سألك عن العراق؟ سألني. أقلت له كل شيء؟ نعم، قلت له. ليتك لم تقل. إن نظرته تلك تجعل الإنسان يبوح بكل شيء. كيف وقع قيس بن مسهر في أسر ابن زياد؟ قبض عليه الحسين بن النمير وأخذه إلى قصره. طلبوا منه أن يسب أبا الحسن وأن يؤلب الناس على ابن فاطمة ويحرضهم عليه، وقيس فعل ما يرضي الله، وضعوه أمام قصر ابن زياد وفعلوا به كما فعلوا بابن عقيل من قبل. وماذا فعل أهل الكوفة؟ كانوا يعدون دراهمهم وكانوا يصقلون سيوفهم لمحاربة الحسين بن فاطمة. يا الرماح، هل سألك أنت شيئا؟ أجل يا حبيب بن مظاهر، أنا أيضا قلت له: يا ابن رسول الله، ما من أحد من الناس معك، هلم معنا إلى جبال الحجاز، فهي منطقتنا. قبيلة طي معك بسيوفها، ولا شك سيلتحقون بك جميعا. فقال لي: جزاك الله وعشيرتك خير الجزاء يا طرماح، إنك ترى القوم يحيطون بنا، وليس أمامنا سوى طريق واحد.
حر، هل تعرف هذه الأرض؟ نعم أعرفها. ما اسمها؟ كربلاء. هناك أمر. طلب الإمام منا أن نحط الرحال هنا، لقد وصلنا أخيرا. حطوا الرحال، لقد وصلنا. حطوا الرحال، لقد وصلنا. السلام عليك. أريد قائد العسكر من فضلك. قالوا لي إنه هنا. وعليك السلام. تقدم. ماذا تريد من قائد الجيش؟ وأخيرا وصلت يا رسول الشوم. حسنا لك أن تذهب. يا إلهي، ترى كيف أخبره؟ إنه كتاب عبيد الله بن زياد، وصلني البارحة. إن أمره واضح وقاطع، يريدنا أن نصد الحسين ومن معه أينما كان. وماذا إن أبى؟ إن أبى أحاربه. لن تفعل ذلك حر. ولكن ابن سعد يفعل. هيا تفضل، خذ واقرأ هذا: 30,000 رجل مقاتل.
أهلا عمر. يا حر، هل وصلك كتاب عبيد الله؟ نعم وصلني. ماذا فعلت؟ فعلت الذي أراده الأمير. لقد حاصرته بكل رجالي. هو الآن في قبضتنا إذن. عمر، ماذا ستفعل؟ ماذا أفعل؟ سأفعل ما أمرت به بالتحديد. فليذهب أحدكم إلى خيمة الحسين بن علي وليسأله إن كان مستعدا للذهاب معنا إلى الكوفة، وإن كان مستعدا لأن يضع يده في يد عبيد الله مبايعا يزيدا. اذهب يا زيد، اذهب أنت واسأل. أيها الأمير، لن أفعل. لم أقل قاتله حتى تضطرب هكذا، قلت اذهب واسأل. ربما جئت لكي أقاتله، ولكنني لن أحدثه ولن أصغي إليه أبدا. أخائف أنت؟ أنت يا ابن قيس، اذهب واسأل. يا أمير، لقد جئت لقتاله معكم اليوم، ولكنني لن أواجهه في القتال إلا وأنا مقنع. ما هذا؟ لماذا جئتم إذن؟ أعفنا أيها الأمير، ليس في هذا الجمع من الكوفيين من لم يكتب ويبعث للحسين بن علي أن أقدم إلينا. أنا لم أكتب. إن الرجل الوحيد الذي لم يكتب للحسين هو أنا، لأنني لا أعرف أن أكتب. إذا أردتم أذهب وأسأله، وإذا رغبتم فإني أضربه غدرا وأنهي هذا الأمر بالكامل. حسنا، اذهب. أما أن تقتله فلا، لن أسمح بذلك. اذهب واسأله وعد إلينا. لقد جئت من معسكر عبيد الله وعندي رسالة من قائد الجيش. خذوني إلى خيمة الحسين بن علي. عبد الله الشعبي، لا يوجد بين العرب من هو أشر منك وأكثر غدرا. دع سيفك وتقدم نحوي. لا يا ابن مظاهر، إنني مبعوث لا أكثر، ولا عمل لي سوى إيصال رسالة إلى أبي عبد الله الحسين، إما أن أرى الحسين أو أعود أدراجي. اقرأ الرسالة وسأوصلها بنفسي. لا، إذن عد. ألن تسمع رسالة قائد الجيش؟ قل لعمر بن سعد أن يرسل رسولا آخر. هيا ارحل. أرسلوا عزرة بن قيس الحنظلي بعدي، وذهب عزرة إلى خيمة الحسين حيث أراه الحسين الكتب التي بعثها أهل الكوفة، وطلب منه نفس طلبه السابق، أن يعود إلى الحجاز أو يذهب إلى أطراف البلاد. أيها الأمير، كتب ابن سعد طلبه، اقرأه فهو ينتظر أمرك. الآن وهو يرى نفسه في قبضة جيشي، ها هو يريد الخلاص. لا مجال لذلك.
اكتبوا إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص: وصل مبعوثك حاملا كتابك وقرأت ما كتبت. قل للحسين أن يأتي إلى الكوفة مع كل أصحابه الذين جاءوا معه، وأن ينزل على حكم يزيد، فإن أبى ذلك فحولوا بينه وبين ماء الفرات حتى يموت عطشا. كلا، والله ما من أحد أظلم ممن يفعل هذا بابن رسول الله. أبو عبد الرحمن، عندما كنت مع 1000 فارس عطاش تحت شمس الحجاز الحارقة، فإن الحسين بن علي فعل معنا معروفا سقانا وسقى خيولنا. إذن كيف نمنع عنه الماء؟ هذا ظلم. أنا حائر ماذا أفعل؟ إنه أمر الأمير، لا أستطيع أن أعصيه أبدا. إن لم أنفذه أنا بنفسي ينفذه غيري بالتأكيد. اذهب. يا عمرو بن الحجاج، خذ معك 500 فارس واتجهوا نحو الفرات، وحولوا بين خيام الحسين بن علي والماء. أنا؟ ابعث غيري أيها الأمير. أبعث غيرك؟ لابد أنك ممن كتبوا إلي. لا أنكر، كتبت. قاتلك الله أيها الرجل. عندما قتلوا هانئا كنت يومها تعد نقود عبيد الله، لكن قبل ذلك بيوم أخذت مذحج بنفسك إلى قصر الأمير لإنقاذ هانئ. قل لي، كم تريد لقتل الحسين بن علي؟ كيسا من الذهب؟ كيسين 2؟ كم؟ قلت لك خذ رجالك الآن وانطلق وامنع الحسين عن الماء فورا. حاضر، سأفعل هذا. سأمنع الماء عن الحسين، سأفعل. يا ابن سعد، لا تدع وصمة العار تلحق بنا بقتل الحسين بن علي. تساهل معه. سأتساهل، لكنك تعرف عبيد الله، إنه حاقد لدرجة أننا إذا تأخرنا فإنه سيسلم العهد الذي كتبه لي إلى رجل غيري. وأنت تعلم يا حر أن الراغبين كثيرون. إنني أخاف من أن يغتنموا غيابي ويذكروني بسوء عنده. حين ذاك سأكون جليس عمال إسطبله بينما يشغل أحد مقربيه مكاني ولاية أصفهان والري، وهكذا أخسر كل شيء. كلا، إنني مجبر يا حر، أتفهمني؟ مجبر. اذهب الآن وساعد في منع وصول الماء إلى خيمة أبي عبد الله. اذهب. مضت مدة طويلة ومخيم أبي عبد الله بلا ماء يا عمرو. أخبرني، بماذا تفكر؟ عندما يزداد عطشه وعطش عياله سوف يستسلم. بالتأكيد سوف يفعل. نحن جئنا لمواجهة أبي عبد الله، أما أن نقوم بقطع الماء عنه، لا يا عمرو، لا أحبذ هذه الطريقة.
أتسمع؟ هناك أصوات تأتي من مخيم الحسين بن علي، إنها باتجاه نهر الفرات. لا تتكلم، لا تقل شيئا، فليرحلوا بسلام، ربما كانوا عطاشة. من أنت؟ قلت من أنت وماذا تريد يا هذا؟ من الأصدقاء يا عمرو. إذن هذا أنت يا نافع. قل ماذا تريد في هذا الليل؟ الماء، نحن عطاشة. هيا اشرب يا نافع، الماء كثير. معي رجال وهم أيضا عطاشة. حسنا، يمكنهم أن يشربوا هم أيضا. جزاك الله كل الخير يا عمرو. إنك ترى القرب خالية، وما من قطرة ماء في خيام أبي عبد الله، والأطفال يتلوون عطشا والنساء قد جف حليبهن. كن حرا ولا تمنع الماء عن خيام بني هاشم. حسنا أيها الإخوة، املأوا قربكم، فهناك بحر من المياه تتلاطم أمواجه. هيا تعالوا. كلا، لقد نصبوني مسؤولا عن هذا الماء، وسأنفذ أمر القادة، ولن أعصي أوامرهم على الإطلاق. وبما أنكم عطاشة، ضعوا القرب هنا واذهبوا أنتم إلى الماء. لن نمنع الماء عنكم، أما أن تأخذوا الماء إلى مخيم الحسين بن علي فلا. هذا ما أمر به عبيد الله بن زياد، ويجب أن يبقى الحسين بن علي عطشانا حتى يستسلم إلينا. يا عمرو، ما كنت أنتظر هذا منك أبدا. دعنا نأخذ الماء إلى خيام الحسين لأن الأطفال عطاشة. قلت لا، لن أفعل. يا عمرو، جئنا نأخذ ماء لأننا عطشة، فإن لم يشرب أبو عبد الله فلن نشرب أبدا. عليك أن تبتعد عن طريقنا. قلت لكم لا. أيها الأمير، أيها الأمير، أيها الأمير. ماذا حدث يا رجل؟ هل جرحت؟ من سيف نافع بن هلال. كانوا يريدون أخذ الماء فمنعناهم، لكنهم حملوا علينا ووصلوا النهر. وصلوا إلى النهر وكان معك 500 مقاتل؟ إذا كنت ما زلت متمسكا بأوامرك فابعث بالمزيد من الرجال. اذهب يا ابن الأشعث، خذ عددا من الرجال وسارع لمساعدة عمرو. لا أريد قطرة واحدة من تلك المياه تصل خيام الحسين. هل سمعت ما أقول؟ تمهل يا ابن الأشعث. ماذا تقول يا ابن يزيد؟ بقي عمرو وحيدا. هيا اذهب. حسنا، انتهى الأمر. هل منعتموه؟ لقد تراجعوا بأنفسهم، ولكن شربوا وملأوا القرب الكثيرة التي كانت معهم وعادوا من حيث أتوا. لكني لم أمركم بهذا. أكثر من عدد حراس النهر، فالمدة طويلة وسيعطش الحسين مرة أخرى. يا قوم، إنني أريد لقاء قائد جيش الكوفة. هل هو هناك؟ إنه يريدك. قل لي، ما الذي أتى بك إلينا؟ إني رسول أبي عبد الله الحسين بن علي. أيها الرسول، هيا تقدم. يا ابن سعد، جئتك بكتاب من أبي عبد الله.
قلت تقدم أيها الرسول، أنت في أمان. لا حاجة لي بالأمان، لحظة وسيأتيك الكتاب. كم هو ماهر. لقد ذهب. اقرأ الكتاب. يريد أن يتحدث إلي في مكان بين الجيشين. وما العمل؟ ليس لي كلام مع الحسين بن علي. يا أبا عبد الرحمن، قلت لي إنك تعرفه منذ الصغر. أين صلة الرحم؟ استمع لما يريده منك. اذهب إليه وحدثه. سأذهب الليلة لرؤيته. وأنت يا حر، كن برفقة الليلة.